يتناولان الطعام ويتوجهان لبيت سامي، حيث الحفلة بدأت للتو، وأصبح الجميع يغني مع العازف الذي تتراقص الأوتار بين أصابعه. كانت حفلة للذكرى قد استمرت حتى منتصف الليل، ليعود الاثنان لغرفتهما منشرحي الصدر، ويبدأ كل منهما يعلق على شخير أحمد العالي. يأوي الاثنان لفراشهما ويخاطب جوان حبيبته في داخله ويقول: سأنام سيدتي، أما حبي لك لا ينام، كالنجوم، كضوء القمر، كأشعة الشمس، يبقى مستيقظا يحرسك، فنامي بسلام وسامحيني. يستيقظ أحمد باكرا ليذهب إلى عمله. يرى جوان يدخن، وليس من عادته أن يدخن قبل الفطور. أحمد: هل تركتك الحبيبة؟ جوان: من تحبني لا تتركني. أحمد: إذن لماذا أنت حزين؟ جوان: لأنني ظلمتها وجرحتها. أحمد: دائما أنت هكذا، تغضب بسرعة وتجرح من حولك. جوان: لأنني غبي. أحمد: بل عصبي جدا. لا تحزن، ما دامت تحبك فستعود إليك. شيار: صباح الخير يا عشاق. جوان: إلى المطبخ يا شيار، حضر الفطور لنفطر كي تذهب إلى الجامعة. أحمد: أنا لن أفطر عن إذنكما. شيار: وما رأيك أن أذهب هذا الصباح وأوقظها من النوم؟ لربما يعتقلني حراس المدينة. اصبر قليلا. جوان: كما تريد أيها الباحث عن السيارات السوداء، ولكن حضر الفطور لأن معدتي تؤلمني من التدخين. شيار: أمري الله، ولكن ادعوا لي أن أرى صاحبة السيارة السوداء. جوان: وماذا ستستفيد أيها الذكي؟ فأمثالها لا ينظرون إلى أمثالنا. شيار: لا يهمني، أنا سأنظر إليها. يفطر الاثنان ويهم شيار بالخروج. جوان: لا تتأخر يا ساعي البريد. شيار: حاضر سيدي. هذه المرة لا يتعب شيار بالبحث عنها، إذ صادفها عند باب الكلية. شيار: صباح الخير هيلين. صباح النور. شيار: لدي أمانة لك من جوان. هيلين: وما هي؟ شيار: رسالة. هيلين: لا أريدها. شيار: اصبري قليلا ولا تتسرعي مثله، فكلاكما ضحية لإجرام هيفين. هيلين: وماذا فعلت أيضا؟ يحكي لها شيار تفاصيل لعبتها وكيف كشفت، وهيلين مدهوشة من فعلة هيفين. شيار: امسكي الرسالة وسأدخل إلى المحاضرة وبعدها سأكون هنا إن أردت أن أنقل له شيئا. تتناول هيلين الرسالة ويذهب شيار، فتجلس على مقعد مجاور وتفتح الرسالة بسرعة وتوتر، وبينما تقرأ الرسالة تخونها دموعها وتحمر خدودها الرمانية، فتنهي الرسالة بتنهيدة طويلة وتقول: أحبك يا مجنون. تنتظر شيار ليبلغ جوان كلاما على لسانها، وشيار بمجرد انتهاء المحاضرة يتجه إلى المكان ذاته فيراها تنتظره. شيار: كيف حالك؟ هيلين: أصبحت جيدة. شيار: دوما إن شاء الله. هيلين: سلم عليه وقل له أنا بانتظاره غدا. ينطلق شيار بسرعة وبدون أن يستأذن. هيلين: إلى أين؟ شيار: سأبلغ جوان، إنه ينتظرني على نار. هيلين: ستقول له أين سنلتقي وفي أي ساعة؟ شيار: صحيح، آسف، الفرحة أنستني. هيلين: في هذا المكان الساعة 11. شيار: تمام، لك الشكر، عن إذنك. هيلين: مع السلامة. لم يصدق شيار كيف وصل إلى الغرفة والآخر بانتظاره وعلى أعصابه. جوان: بشر. شيار: الغداء سيكون عليك. جوان: والعشاء أيضا، ولكن تكلم. شيار: هي بانتظارك غدا في 11. جوان: بربك؟ شيار: بربي. جوان: وكيف كانت حالتها؟ شيار: بداية امتنعت عن أخذ الرسالة، لكنني أقنعتها وغادرتها مدة 2 ساعات، وعندما عدت إليها بدت وكأنها باكية. جوان: يا الله كم ظلمتها. شيار: وتظلمني أيضا عندما تغضب. هيا اذهب إلى المطبخ. جوان: أمرك. يمضي ما تبقى من النهار يمر ثقيلا، ويعود أحمد من عمله يرى أخاه مبتهجا يسأله مستغربا: أحمد، في الصباح كنت حزينا والآن أنت سعيد،
أصبحت كأجواء الشباط. شيار: لقد رضيت عنه الحبيبة وسامحته. أحمد: هو هكذا، عندما يحب يتحول إلى بركان من المشاعر، علما أن لا فتاة تستحق قدرا صغيرا من المشاعر، لأنهن يتزوجن عندما يتقدم لهن أول عريس، متناسين لحظات الحب التي أمضينها. جوان: هيلين تستحق براكين من المشاعر. شيار: لا تظلمهن يا أحمد، ففي معظم علاقات الحب تكون الفتاة هي الخاسرة الكبرى، وعندما تتزوج تريد نسيان الحبيب، وهي بذلك لا تعلم بأنها تدمر حياتها ومستقبلها. وأكبر مثال على ذلك حبيبة جوان الأولى، فقد كنت شاهدا على حبهما، كما كنت شاهدا على تدمير حياتها حينما تزوجت من ذلك الرجل التمساح. جوان: واختلف الفقهاء، هل أنت جائع يا أحمد؟ أحمد: نعم. جوان: إذن سأحضر العشاء بينما تكملان نقاشكما الفقهي، فأنا أعرفكما تحبان النقاشات العقيمة كثيرا. شيار: هكذا هم الفقهاء. تابع الاثنان نقاشهما بينما انصرف جوان لتحضير الطعام، وعندما وضع العشاء قال لهما: لا كلام على الطعام، وبعد العشاء سنغير الموضوع كي نغير هواء الغرفة الذي فسد بنقاشكما. شيار: يا ستار. يكمل الثلاثة سهرهم باستحضار القرية والدرباسية والمواقف المضحكة، ولتنتهي السهرة بإطفاء النور والسعي لاقتطاف الأحلام الجميلة. فكرت هيلين أن تتأخر عليه ساعة كاملة، ولكنها لم تستطع، فهي تخاف على مشاعره ولا تريده أن يحزن، وهي تعلم بأنه هناك قبل 11، فجاءت في الوقت المحدد لتراه واقفا يدخن. هيلين: مرحبا أستاذ. جوان: أهلا بالقمر. هيلين: منذ متى وأنت هنا؟ جوان: منذ 10. هيلين: ألم يقل شيار عن الموعد؟ جوان: نعم قال، لكني أردت تعذيب نفسي لأني ظلمتك. هيلين لا تكمل: فقد سامحتك، ولكن قل لي ما الحل مع هيفين؟ جوان: لقد اتصلت بأخيها وأخبرته بكل شيء. هيلين: وهل سترتدع؟ جوان: لا أعلم. هيلين: أمثالها لا حدود لحقدهم. جوان: دعينا نذهب إلى المقهى. هيلين: لا، سنجلس هنا كي يرانا الجميع، وبخاصة هيفين، لنجلس. جوان: ومن أين أتتك هذه الشجاعة؟ هيلين: من حبك. جوان: كم اشتقت لهذه الكلمة. هيلين: وما الذي لا تشتاقه؟ جوان: أشتاق لكل شيء تكونين فيه، ولكل شيء فيك، حتى أصابع يديك أشتاق لها. تضحك هيلين. هيلين: أصابعي؟ جوان: نعم. هيلين: هل كانت أصابعها جميلة؟ جوان: أصابع من؟ هيلين: سيمار. يعود تفكيره إلى ذلك الوقت، فيتذكر أصابعها الرقيقة كعود الريحان، وكيف أن يده كانت ترتجف بمجرد ملامسة أصابعها. جوان: عدنا إلى الموضوع نفسه. هيلين: نعم، فأنا أغار منها. جوان: وأنا أحبك أكثر عندما تغارين. هيلين: إذن كيف كانت أصابعها؟ جوان: رقيقة وناعمة كأصابعك. هيلين: وأنا أحترمك أكثر لأنك مخلص لحبك الأول، وكم كنت أتمنى أن أكون حبك الأول. جوان: أنت حبي الأخير ووطني الأخير للجوئي بعد حرب طاحنة خاسرة. هيلين: وهل ستبقى في هذا الوطن؟ جوان: ما حييت. هيلين: ووطنك الأول؟ جوان: غدا أطلالا. هيلين: أريدك معي ولا أريدك أن تبتعد عني. جوان: لن أبتعد إلا إن ابتعدت أنت. هيلين: أنا فتاة والأمور ليست بيدي، وأنت تعرف بأن شرقنا لا يرحم الفتاة ولا يحترم قلبها. جوان: كم هو لعين هذا الشرق. هيلين:
لكني أعدك بأنك ستبقى سيد قلبي أبدا. جوان أحبك. هيلين وأنا أيضا. جوان أنت أيضا ماذا؟ هيلين أحبك. تتشابك يداهما خلف المقعد الذي يجلسان عليه. هيلين أنا خائفة. جوان مما يا حبيبتي؟ هيلين من الفراق. جوان لا تخافي، لن نفترق. هيلين هذا ما أتمناه، والآن علي الذهاب فلدي محاضرة. جوان وأنا أيضا لدي محاضرة. يذهب كل منهما إلى محاضرته وقلبه مفعم بالفرح. تمضي الأيام ويداوم الحبيبان على لقاءاتهما، وهيفين لا تعكر فرحهما. يبدو أنها استسلمت للأمر الواقع، أو أنها خافت من أخيها. هكذا يكلم جوان نفسه، ويتمنى في هذه اللحظة أن يكون المطر الذي غسل شوارع دمشق البارحة قد زار قريته وسقى الزرع. قبل أسبوع تكلم مع والده ولم يكن المطر قد هطل، وفي القرية وعلى التلة الصغيرة المقابلة لها يجلس أبو حسن وجاره أبو خالد، وقد تنفس الصعداء بعد هطول المطر الذي غاب لأيام كثيرة. وجاره ليس لديه دونم واحد، ولكن لديه بعض الأغنام التي ترعى العشب، ولا عشب بدون مطر. أما أبا حسن فيخبر جاره أبو حسن: لولا المطر لهلك الزرع. أبو خالد: الزرع يا أبو حسن تعب كثيرا، أتظن أن هذا المطر يفيده؟ أبو حسن: إن شاء الله، ولكن سيتأخر الحصاد في هذه السنة. أبو خالد: ليست مشكلة، المهم أن يكون هناك حصاد. أبو حسن: سيكون هناك حصاد، وستنسى دائرة الأعلاف وروتينها. أبو خالد: والله يا أبو حسن لولا هذه الأغنام لا أعرف كيف يمكن أن أتدبر أموري، وأولادي لا أراهم إلا كل عدة أشهر، لأن القرية التي يعملون فيها بعيدة، وبسبب تأخر المطر يسقون الزرع ويهملون دراستهم. أبو حسن: لا تعذب نفسك، ربك كريم، لم يحرموا دراستهم إلا مكرهين، فمصروف الدراسة كثير ومرهق. أبو خالد: وأنت ما وضعك؟ أبو حسن: ربك يدبر الأمور. أبو خالد: هل عليك ديون؟ أبو حسن: كثيرة. أبو خالد: وماذا ستفعل؟ ووجه الموسم أصبح واضحا. أبو حسن: الله أعلم. أبو خالد: آمنت بالله. أبو حسن: دعنا نذهب ولا تفكر كثيرا. أبو خالد: معك حق، فالتفكير يقتل، هيا بنا. يفرح جوان لمجيء المطر في منطقة الدرباسية عندما يبشره سامي بالخير. يتدخل شيار، وكان يجادل جوان في المحاضرة التي خرجا منها للتو. شيار: ربما هطل المطر في منطقتك فقط يا سامي، ولم يهطل في شرق الدرباسية. سامي: قال أبي لقد كان المطر عاما. جوان: قلنا بأنك فقيه في الحب، فهل أصبحت عالما في الأرصاد الجوية؟ شيار: نعم، أنا كالجرس، أينما ضربتني تسمع مني صوتا. سامي: دعني أصفعك على وجهك لنسمع أي صوت ستخرجه. دعونا نذهب لنشرب شيئا. يضحك الثلاثة على ما قاله سامي وهم يشربون الشاي. سامي: كيف تسير أمورك أنت وهيلين؟ جوان: جيدة. سامي: وهيفين؟ شيار: وبخها أخوها ولم تعد تثير المشاكل. سامي: وهل تعتقدان بأن هيفين ستستسلم بهذه السهولة؟ الاثنان لا نعلم. سامي: بالعكس، فبعد اتصالك بأخيها أعتقد بأنها أصبحت كالذئب الجريح، فلن تهدأ حتى تأتي بمصيبة. جوان: وما العمل؟ سامي: لا أعلم، ولكن لولا أكرهها لحاولت أن أقيم علاقة حب معها كي تكف بلاءها عنكما. شيار: وهل تظن بأنها كانت ستتجاوب معك؟ سامي: لا أعلم، ولكني أحاول. جوان: لا أعتقد. شيار: لو كنت مكانها لأقمت علاقة حب مع أحد الطلاب كي أغيظك. جوان: ليتها تفعل ذلك وتتركنا لشأننا. سامي: ما بك يا شيار الذكي، كيف ستغيظ جوان بعلاقة حب مع طالب وجوان لا يحبها؟ لا،
مثل هذه الفتاة تفسد أي علاقة بين اثنين شيار، هذه لا ينفع معها سوى الضرب. لنذهب يا سامي نبحث عن صاحبة السيارة السوداء ونترك جوان، فبالتأكيد ستأتي هيلين لرؤيته. يخرج الاثنان من المقهى وكلامهما يتردد في رأس جوان عن هيفين ومكرها، ولكن كيف ستكف بلاءها لا يعلم ولا يجد حلا لهذه المجنونة. هيلين، جوان جوان، مرحبا هيلين. هيلين، ما بك؟ ناديتك ولم تسمعني، وجلست ولم تحس بوجودي. يبدو أنك تفكر بمن هم أغلى مني. جوان، أهلا بالغالية، أهلا بمن هي أهم من قلبي. هيلين، ستغضب إن قلت. جوان، لا، لن أغضب. هيلين، سيماف. جوان، لا حول ولا قوة إلا بالله، عدنا لنفس الموضوع. هيلين، انظر، لقد غضبت. جوان، لأننا اتفقنا أن نغلق هذا الموضوع نهائيا وأنت لا تغلقينه. هيلين، اعذرني، فالغيرة تأكلني. جوان، تأكلك الغيرة من شيء مضى؟ بالله عليك لا تفتحي هذا الموضوع مرة أخرى، فقد غزوت قلبي واستوليت على مملكتي وأسوارها وشعبها. هيلين، أجمل مملكة تلك التي غزوتها. جوان، نعم. هيلين، أحبك ولا أتصور حياتي بدونك. جوان، وهل أتصور شيئا بدونك؟ فأنت المرفأ الأخير لروحي بعد رحلات مرهقة في بحار شاسعة. هيلين، فقط لو لدي قوة التعبير مثلك. جوان، ماذا كنت فعلت؟ هيلين، كنت عبرت لك عن حبي بأرق التعابير. جوان، تكفيني تعابير عينيك. هيلين، تصور عندما أكون بعيدة عنك أجهز كلاما جميلا وجملا تليق بحبي لك، وحين أراك يضيع مني الكلام كله. يضحك جوان. هيلين، لماذا تضحك؟ جوان، لما لا تكتبين هذا الكلام على ورقة وعندما نلتقي تقرئينها علي؟ هيلين، هكذا يصبح الكلام محاضرة وليس تعبيرا عن الحب. جوان، يكفيني أن تقولي دوما أحبك يا جوان. هيلين، صحيح، لماذا تريد دوما أن أذكر اسمك عندما أقول لك أحبك؟ جوان، لأنني حينها أحب نفسي أكثر. هيلين، وكيف ذلك؟ جوان، عندما يخرج اسمي من بين شفتيك يتعطر بهما ويخرج أجمل. تنزل هيلين رأسها خجلا وتصمت. جوان، وأحبك أكثر عندما تخجلين ويحمر وجهك. أحب كل شيء فيك، حتى حواجبك أحبها. هيلين، وهل حواجبي جميلة؟ جوان، أجمل من الهلال. هيلين، أنت تبالغ في وصفي. جوان، بل أبحث عن كلمات تناسب وصفك، أبحث عن تعابير تليق بخصرك. هيلين، كفى. جوان، هل خجلتي؟ هيلين، بالطبع، فأنت لا حدود توقفك. جوان، عصفورتي عندي، فكيف للحدود أن توقفني؟ هيلين، عصفورتك لا تحب هذا الغزل العميق، ومتى تزوجنا فلك مطلق الحرية في الوصف. جوان، ومتى سيأتي هذا اليوم؟ هيلين، إن شاء الرب سيأتي. جوان، يا رب. هيلين، لقد تأخرت عن محاضرتي. جوان، وأنا أيضا. هيلين، أصبحت تداوم؟ جوان، في اليوم الذي تداومين فيه أنا أداوم. هيلين، إذن لنذهب. أمام باب قاعة المحاضرات يطلب جوان الإذن بالدخول. الأستاذ، لماذا تأخرت؟ جوان، كنت في المكتبة أقوم بتصوير محاضرة. الأستاذ، إذن اذهب وادرس المحاضرة ولا تدخل القاعة، وإن تأخرت مرة أخرى فلا تحضر أي محاضرة لي. جوان، كما تريد، لن أحضر محاضراتك.